طبعا من عنوان حلقتنا النهاردة عرفتوا احنا هنتكلم عن ايه. هنتكلم عن بعبع الحياة، عن السنة اللي الناس كتير بتخاف منها، مفكرينها ان هي نهاية الدنيا او ان هي النهاية عموما، وفي ناس بينهوا حياتهم بسبب السنة دي. هنتكلم عن الثانوية العامة. إيه يمكن ثانوية عامة فعلا. في حلقة مميزة من دفتر العراف هنتكلم عن الثانوية العامة، وإيه هي الحياة اللي احنا المفروض نستفيد منها، وإزاي نخش السنة دي، وإزاي نخرج منها، لأن في ناس كتير بتخرج منها مش في أحسن حاجة. عشان نبقى متفقين، الثانوية العامة ما هي إلا مجرد سنة من السنين الدراسية اللي أنت هتعيشها في حياتك، سواء عشتها قبل كده أو هتعيشها بعد كده. مهما كانت النتيجة بتاعت السنة دي، مهما هتروح فين، مهما هتعمل إيه، مهما تحصل، هي سنة دراسية. ما تديهاش أكبر من حقها، لأن هي مستقبلك مش واقف عليها، وحياتك مش هتنتهي لو أنت ما جبتش التقدير العالي وإلى آخره. هي مجرد سنة أنت بتبذل فيها مجهود على قد ما تقدر عشان تاخد نتيجة بس. مهما كانت النتيجة بقى مش بتاعتك، النتيجة دي بقى بتاعت ربنا. هو رزق ربنا ليك في النتيجة، لأن في ناس بتسعى بشكل كبير جدا وما بتاخدش أعلى درجة، وفي ناس بمجرد إن هي بتحاول تلاقيها قفلت مواد وجابت درجات غريبة. وده مش حظ ومش حاجة ومش مش فهلوة أو ما إلى آخره. هو رزق ربنا، شوفها من الناحية دي. ما تشوفش الناس اللي هو ده ما يستاهلش يبقى في المكان ده، ده مش من حقه، ده كانش بيذاكر، أنا بذاكر أحسن منه، أنا أذكى منه. ما تشوفش من الحتة دي، انت لو شفت من الحتة دي انت هتضيع، حرفيا هتضيع، ومش هتنجح في حياتك. شوف ان ده رزقك، شوف ان ربنا كرم لك ايه في اللي جاي، وابدأ اسعى فيه. لان في ناس كتير بترفض مستقبلها وبترفض الحياة عموما بعد الثانوية العامة، ومهما كانت النتيجة فحياتها بتقف. وانا مش عايز حياتك تقف، فانا عايزك معايا كده تيجي خطوة بخطوة. احنا كده كده كلنا عارفين الناس بتخش ثانوية عامة، رعب في البيت، قلق، توتر، انت داخلين على سنة تحديد مصير، واتعب دلوقتي ترتاح بعدين. واحب اقول لك ان هم كلهم كدابين. انت بتتعب دلوقتي وبتتعب بعدين وبتتعب قبل كده وما بترتاحش، يعني هي مفيش راحة، لا في الثانوية العامة ولا بعد الثانوية العامة. وانا جاي لك من قلب المدعكة ذات نفسها، كلية هندسة، فاهم؟ فيعني ده التوب جول بتاع كلية، بتاع قسم علم رياضة. هو مفيش راحة، أنا مش مرتاح هنا، أنا طالع عيني، فاهم؟ أنا ما بنامش، أنا عندي كل يوم امتحان. فما اختلفناش، مفيش راحة، خلينا متفقين على دي. مفيش راحة بعد كده، ولا في راحة قبل كده، ولا في راحة فيها. هي أنت بتتعب. وعشان نتكلم بصراحة، في حاجة جت في دماغي كده وأنا قاعد بفكر، إن المتعة في المعاناة. أنت ممكن تشوفني شخص سادي وأنا بقول لك المتعة في المعاناة، بس هي لما جيت تفكر فيها، مفيش أي حاجة قيمة حوالينا غير وهي فيها تعب، أو إن هي موصلتناش بالساهل. وبرضه الناس اللي مشهورة، يعني أشهر العلماء أو أشهر الناس اللي شغالين في مجالات كتير، ما وصلوش لمكانهم ده بالساهل، ولا وصلوا بان هو حط خطوه كده وطلع قدام قال لك بس انا بقيت احسن واحد في العالم، او انا بقيت ماسك المجال بتاعي. لا، في اللي تعب وسهر كتير وعمل حاجات كتير عشان يوصل للمجال بتاعه ده. فانت مش في يوم وليله هتكون هناك. فانت اعرف ان انت عشان تبقى هناك لازم تعدي كل الستبس دي. ان انت تعدي ستيب وبعد كده تاخد الخطوه دي، اللي هو الناس اللي بتبدا بست صفار دول انا عارفكم، انا يعني ناس غريبه بصراحه. يعني هو بيداني ست صفار عشان ابدا منهم، يعني انا بادئ من سالب الصفر، يعني انا يعني مبقاش نتكلم بقى. المهم نرجع لموضوع حلقتنا. فانت بتخش الثانويه العامه، انت عندك طموح ان انت تذاكر جدا وتعمل كل اللي عليك، وان شاء الله ربنا يكرمك بالمجموع. بس المشكله ان احنا كلنا بنخش السنه دي، يعني او انا بالذات لما ده اللي حصل معايا، ان انا دخلت السنه دي عامل زي التنين مجنح، بذاكر 24 ساعه، بعمل كل اللي عليا، بروح الدروس وباجي منها، وبذاكر بشكل كبير جدا يعني، وببذل مجهود وطاقه كبيره. لحد ما وصلت لشهر واحد او اتنين انا كنت تعبت، انا كنت بيرن اوت بقى، انا اتحرقت، فاهم؟ انا بذلت كل مجهودي في اول خمس ست شهور من السنه، وبعد كده انا مش قادر، اللي هو السيزون بتاع المراجعات والامتحانات والى اخره. انا كنت خلاص، فاهم؟ بحضر حصه اغيب اتنين، مش فايق. لدرجه ان في موقف طريف حصل معايا، ان انا بعد شهر اتنين بطلت اروح درس الفيزياء اللي كان هنا، وبقيت باخد فيزياء اونلاين، او كنت لسه عقبال ما استقريت. فضلت شهر بتاع شهر او اتنين ما باخدش دروس فيزياء، مع حالي كده براجع الحاجات المهمة ومع نفسي. لحد ما في واحد صاحبي ربنا يكرمه، أنا عارفه وهجيبه وجبته وزعلته يومها، راح قال لأمي إن فارس ما بيحضرش درس الفيزياء بقاله 3 شهور. أنت متخيل إن حد في السنة دي يروح يقول لأهله، أو إن أهله يعرفوا إن هو ما بيحضرش، فاهم؟ أنا أمي فكرتني إن أنا ضيعت بقى وفاشل وهشيل فيزياء. أنا جبت درجة 10 في الفيزياء، بس ده مش معناه إن إن هي دي السبب يعني. وكل الى اخره يعني. وحصلت خناقه كبيره، وقعدت فتره عقبال ما وضحت لهم ان انا باخد اونلاين بدل ما اخد برايفت وكده يعني. فانا نصيحتي لبتوع ثانويه عامه، ان انت اهم حاجه في السنه دي كلها ان انت تعرف تقسم وقتك من البدايه لحد النهايه،
تقسم طاقتك ومجهودك، لأن أنت لو استنفذت طاقتك ومجهودك في الأول هتحس إن السنة تقيلة جدا في الآخر، وإن أنت تعبت. وده طبيعة أي بني آدم إن هو بيجي في فترة ويتعب، طالما إن هو فاهم في ضغط على طول، وإن هو عمال يعمل مجهود كتير قوي ومش حاسس بنتيجة لحظية. فاهم؟ أنت لو حاسس النتيجة مثلا زي إن هو ترمين مثلا، فأنت خدت النتيجة دلوقتي ولسه بعدين، فلا. فقسم مجهودك على مدار السنة. وتاني حاجة زي ما قلت لك في أول فيديو، مهما كانت النتيجة ارضى بيها واشتغل عليها، واشتغل باللي موجود واللي معاك، وما تدورش على اللي في إيد غيرك عشان تشتغل عليه، وما تدورش على الخيال اللي كان في دماغك عشان تشتغل عليه. يعني ما تقوليش أنا كنت راسم لحياتي إن أنا كنت هبقى في طب أو هبقى في هندسة أو هبقى في ألسن. مهما كانت الكلية، ما ترسمش حاجة غير لما الحاجة تجيلك. انت دلوقتي في كلية كذا، اشتغل عليها، اطلع منها الأحسن من الكلية، أو اطلع منها في أحسن شكل في الكلية. سواء تجتهد في الدرجات، تجيب درجات عالية، إن أنت تشوف الكلية دي ليها إيه بره وشغل إيه بره، وتشتغل على الشغل دوت وتبني الكارير لايف بتاعتك. أو إن أنت تعمل بيزنس لحياتك بعيد خالص عن الكلية والثانوية العامة. في ناس كتيرة قوي مش ناجحين في الثانوية العامة أو ما جابوش أحسن الدرجات، وناجحين في حياتهم وعاملين بيزنس كتير. عايزين بس نفهم إحنا في الحياة بنعمل إيه غير العبادات والجزء الديني. أنت هدفك في الحياة إن أنت تعيش عيشة كريمة، فأنت التعليم بيحقق لك الجزء ده. وكمان حاجات تانية غير التعليم، الحياة ذات نفسها فيها حاجات كتير عشان تعمل. انت بتخش طب او بتخش هندسة، عايز تشتغل في مكان مرموق، بتاخد مبلغ عالي جدا عشان تعيش حياة كويسة. طب ما انت ممكن تعمل ده بحسبة تانية. وطبعا الحساب حلال، ملناش دعوة بأي حسبة مش حلال أو مش تمام. أهم حاجة إن هي تبقى صح وحلال، ده أهم حاجة عشان فاهم محدش يلخبط كلامي يعني. فالفكرة إن أنت ممكن تشوف كذا حاجة تانية، وإحنا في زمن تطور، وإن في ناس كتير قوي بتخترع حاجات جديدة وبتعيش، وفي شغلانات ما كانتش موجودة قبل كده بقت موجودة حالا، والناس بتتعلمها أصلا. وال AI جاي علينا بحاجات كتيرة، وفي ناس بتستغله في شغلها وبيوفر عليها شغل كبير جدا. فما تقفلش دماغك، ما تحسسنيش ان الدنيا كلها قافله على طب وهندسه او الكليه القمه. لا، الحياه اكبر من كده بكتير. ممكن تسعى في مليون طريق وتوصل لحاجات كتيره جدا. زي ما قلت لك، خلي بالك ان النجاح مش دايره صغيره، او مش حاجه بسيطه، او مش طريق واحد. النجاح عمره ما كان طريق واحد ولا ليه طريق واحد. النجاح ليه طرق كتيره جدا ممكن تحققها. وما تقارنش طريقك بطريق حد، وما تقارنش حياتك بحياة حد. لان انت لو فضلت تقارن حياتك بحياة الناس ومجهودك بمجهود الناس، فانت مش هتنجح. محدش عايش زيك، ومحدش شاف اللي انت شفته. فما تقارنش الناس بيك انت وتقول انا ليه ما بقاش زي دولت وليه ما انجحش زي دولت. قارن مجهودك بنفسك قبل كده. طول ما انت بتقارن نفسك بنفسك وتعلي نفسك، دي اهم حاجة. انت كده بتعمل نجاح في حياتك. مهما النجاح ده كان عامل ازاي، فهو في الاول وفي الاخر اسمه نجاح. نجاحك خطوات صغيرة أحسن بكتير من الناس اللي واقفة في حياتها، أو اللي ما بتنجحش أساسا أو ما بتعملش إنجاز. حاول دايما تشتغل على نفسك مهما كانت قدراتك أنت عاملة إزاي. طول ما أنت بتشتغل وبتوصل لحاجة جديدة، فهي دي أهم حاجة. طول ما أنت بتسعى، طول ما أنت بتحاول، طول ما أنت هتلاقي. وعندي مثال في حياتي أنا الشخصية للثانوية العامة أو للشباب بتوع الثانوية العامة. أنا لما خلصت الثانوية العامة بتاعتي، أنا كنت جبت 81، كنت دفعة التابلت. كان لما النتيجة طلعت ليا أصدقاء كتيرة جابوا درجات مش حلوة، ودي دفعة اتظلمت ومش اتظلمت وإلى آخره يعني. فاهم؟ في ناس من اللي جابت درجات مش كويسة دي كانت ناس بتشتغل، عارف أنت، 120%، اللي هو حاجة مش منطقية أصلا. هو بيبذلوا مجهود بدل درس ياخدوا اتنين، وبدل فاهم كان حياتهم كلها منفية في الثانوية العامة، وما جابش التقدير اللي هو عايزه. بس داخل كلية مش عاجباه ومش راضي عنها، بس اشتغل فيها، حقق أعلى أرقام بقى، دلوقتي مش عارف جايب امتياز مع مرتبة الشرف. وهيتعين معيد، خلاص احنا بنتخرج، الدفعة بتاعتي تتخرج، فهيتعين معيد إن شاء الله يعني. فانت متخيل من هو مكان ما كانش راضي عنه وما كانش مبسوط بالحاجه دي ومش مبسوط باللي جاله، ان هو بذل مجهود في الحاجه دي لدرجه ان هو جاب تقدير عالي جدا وممكن يبقى معيد عادي. وده مش مثال لشخص واحد، ده في كذا واحد في حياتي عملوا كده. وفي ناس تانية برضو شافوا ان هو يعني، بس دي كانت ناس دماغها ذكيه بقى، ان هم كانوا ناس شاطره جدا. دخلوا امتحانات ما جابوش درجات حلوه، دخلوا في كليات مش راضيين عنها ووقفوا. عارف انت لما تقف كده، انت عمرك ما هتتحرك مهما فاهم. هتلاقي الناس كلها بتتحرك، الرياح بتتحرك، كل حاجه حواليك بتتحرك، بس انت واقف. فانت لا الزمن يعني الزمن كده كده بيتحرك، بس انت هتحس ان انت واقف مكانك. والفكره ان انت مسيرك في وقت من الاوقات هتفوق، بس انت هتحس ان انت فوق لما الوقت كان عدى، لما الوقت كان فات، وان انت ضيعت كل حاجه. فانت ما تضيعش اي حاجه من حياتك. يعني انا طبعا فاهم ان انت ليك حق انك تزعل وحق انك تتضايق، واي حد يقول لك غير كده لما ما بيفهمش. ازعل وعيط واتضايق وما تبقاش مبسوط، بس لفتره معينه.
ارضى بالحاجة اللي انت فيها. الرضا حاجة والسخط عن اللي موجود حاجة. فاهم؟ ازعل شوية يعني، خد يوم ازعل فيه، عيط فيه، اتضايق. بعد كده تاني يوم اصحى، انا بقيت فل الفل، هنبدأ نعمل ايه بقى؟ انا دلوقتي مجالي فين؟ انا حياتي رايحة فين؟ انا كليتي جاية لايه يعني؟ فاهم؟ دي هي الحياة. الحياة طول عمرها ما كانتش هتبقى سهلة. والحياة ما بتديناش اللي احنا عايزينه. الحياة بتدينا اللي احنا محتاجينه، وبتفرق. اللي انت محتاجه ده اللي بيساعدك ويقويك. اللي انت عايزه مش شرط ان هو يكون احسن حاجة ليك. احنا كلنا عايزين نبقى اغنى ناس ومش عارف ايه. بس هل انت لما تبقى غني هتبقى شخص مستقيم او شخص سوي او شخص كويس؟ هتعرف تتحكم في المال ده؟ في ناس كتير اغنياء مش مبسوطين وبينتحروا فاهم؟ بيبقوش عايشين حياتهم، مقابل ان في ناس حرفيا يا دوبك اللي داخل على قد اللي رايح، وحياتهم مبسوطة جدا وراضيين بالحياة. فهي الفكرة هي مش انت عايز ايه او اللي انت بتعمل ايه. الفكرة انت محتاج ايه فعلا، والحياة تديهولك. انت كده كده هتاخد اللي انت محتاجه. بس الفكرة ان انت وظفه صح. اطلع سلمة سلمة. لو ما ترجع لورا ما تفكرش بقى اللي هو انا هفضل ارجع ومش ارجع وبتاع وهتفضل واقف ورا. لا، انت ممكن ترجع لقدام تاني. ممكن رجوعك لورا يفهمك حاجة انت ما كنتش فاهمها. يعني مثلا في صحاب ليا كتيرة كانوا عايزين يقدموا كليات حربية وهكذا واترفضوا. بعد ما وصلوا لحاجات كتيرة متقدمة فيها، اللي هو فاهم، فاضل له هيئة ويخش يتقبل. فهي دي الفكرة، ان هو عادي. انا قلت لهم ان دي مش نصيبك، دي مش حياتك. عادي، ممكن يكون رزق ناس تانية. بس انت حياتك هتبقى احسن بكتير في مواقف تانية. ربنا بيقدر لك الخير. يمكن ربنا مش كاتب ان ده يبقى مكانك. مكانك في حتة تانية، حتة تعمل منها مجهود تاني او تعمل منها حاجة اعلى. فدايما مهما كنت انت مقدم ايه بقى، عايز تقدم لحاجة عسكرية، عايز تقدم كليات قمة، عايز تعمل اللي تعمله، مهما كان خيالك مصور لك انت عايز ايه وما جالكش اللي انت عايزه، فما تقفش، ما تفكرش ان دي اخر الدنيا. دي مجرد البداية يا عزيزي المستمع او عزيزي المشاهد. دي مجرد بداية الحياة. ما توقفش حياتك على اي حاجة. لازم تفضل تسعى وتقوم وتقع مهما كانت الوقعة بتاعتك عاملة ازاي. اعرف ان قومتك الجاية هتبقى اقوى بكتير. وانا مستنيكم ان انتوا تشاركوني تجاربكم في الثانويه العامه، او انتوا متخيلين او عايزين ايه قدام. كان معاكم فارس الطراس من برنامج من دفتر العراف.